عالسلامة. شكون فيكم يعرف اسم مسجل في التاريخ على أنه زعيم الفلاقة وتعرف بلقب أسد عرباطة؟ اليوم باش نحكيو على المقاوم والمناضل الأزهر الشرايطي. ولد الأزهر الشرايطي سنة 1920 في منطقة باطن العيش من ولاية قفصة، وين كبر وخدم في مناجم الفوسفات. وسنة 1947 تطوع للجهاد في فلسطين، وما رجع لتونس كان بعد عامين. تعرف الشرايطي بالشجاعة والدفاع على حقوق المستضعفين والدفاع على الحرية والوطن، وانخرط في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي سنة 1952، وقاد العديد من المعارك الكبيرة كما معركة السلوم سنة 1952، ومعركة الضيف سنة 1954، ومعركة سيدي عيش الأولى في سبتمبر 54، ومعركة سيدي عيش الثانية في نوفمبر من نفس السنة. والزوز معارك هذا مقتل فيهم المقاومة التونسية العشرات بل المئات من جنود الاحتلال الفرنسي. خطط الشرايطي كانت التمركز في الجبال ومباغتة الاحتلال بالهجمات والكمائن. ومع حصول تونس على الاستقلال الداخلي طلب بورقيبة من الفلاقة تسليم السلاح، وفعلا سلم الأزهر الشرايطي السلاح نتاعو. ومع بداية الصراع اليوسفي البورقيبي كان الأزهر الشرايطي داعم للحبيب بورقيبة، لكن العلاقة الباهية مع بورقيبة ما دامتش برشا، ولات متوترة إلى أبعد حد. وبعد 6 سنين من استقلال تونس اللي كان في 20 مارس 1956 وتحديدا في ديسمبر 1962، قاد الأزهر الشرايطي محاولة انقلابية ضد بورقيبة انتهت باعتقاله ومحاكمته وإعدامه في 24 جان في سنة 1963. وإلى الآن عائلة الأزهر الشرايطي ما استلمتش الجثة متاعه وما تعرفش قبره وين. صحيح الأزهر الشرايطي مات، لكن تاريخه وشجاعته ونضاله ما ماتوش، وأرض تونس تشهد بوطنيته والمقاومة متاعه ضد المحتل. والسيرة متاعه تأكد أنه الإنسان الحر واجب عليه يقاوم الظلم لآخر لحظة في حياته.